في ناس كتير بتقول أنا حاسس إن أنا مش كويس، لكن لما تيجي تسأله مالك يقول لك مش عارف. تفتكر مين اللي ورا الإحساس ده؟ أنا الاكتئاب، بس أنا مش زي ما الناس فاكرة. مش لازم أكون حزن وبس. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أنا ساعات ببقى هدوء زيادة عن اللزوم، فراغ، عدم رغبة في أي حاجة. طب أنا عايز أعرف أنت بتعمل إيه في الشخص بالظبط؟ ببدأ واحدة واحدة، مش مرة واحدة. ده إزاي بقى؟ في الأول أخليه يفقد الحماس لحاجات كان بيحبها. طب والطاقة؟ بتنخفض، حتى أبسط الحاجات تبقى تقيلة زي إنه يقوم من السرير. طب ليه الواحد بيحس إنه مش عايز يكلم حد؟ عشان أنا بقنعه إنه تقيل على الناس وإن محدش هيفهمه. بس اللي أنت بتقوله ده مش حقيقي. أنا عارف، بس هو بيصدقني. طب بالنسبة للأفكار اللي بتجيله؟ كتير، غالبا سلبية، جلد ذات، إحساس بالذنب حتى من غير سبب واضح. على كده بقى الموضوع مش دلع زي ما ناس كتير بتقول. لا، أنا حالة حقيقية ليها تأثير على المخ والجسم. طب أنت بتظهر ليه؟ مفيش سبب واحد، ممكن ضغوط، تجارب صعبة، أو حتى عوامل في الجسم نفسه. طب إيه اللي الشخص ممكن يعمله لو حس بكل ده؟ أصعب حاجة إنه يعترف إنه محتاج مساعدة، يبدأ يتكلم مع حد بيثق فيه أو مختص. طب على كده يقدر يتحسن؟ أيوة، بس مش في يوم وليلة. يعني الموضوع محتاج صبر. صبر ودعم وخطة صح. على كده بقى أنت مش قوي زي ما بيقولوا. أنا قوي، بس مش مستحيل يتغلب علي. لو حسيت بالكلام ده فانت مش لوحدك، والاهم ان اللي انت حاسس بيه ده حقيقي، وان طلب المساعده مش ضعف. ولو استفدت باي معلومه ما تنساش تتابعنا علشان تشوف باقي الحلقات.